أنا اسمي مريم ملاك ذكري. طبعا يعني أنا هتكلم بدون افتخار، أنا على مدار 11 سنة كنت متفوقة في أولى وكان يعني كنت حاطة حلم وهدف إن لازم هوصل له، عشان كده كنت بذاكر بكل جدية واجتهاد. كلمة متفوقة هي أجل كلمة ممكن تتقال عن مريم. مريم متفوقة على مدار 11 سنة، بتطلع من المراكز الأولى دايما، وده مش بشهادتي أنا بس، ده بشهادة المدرسين وبشهادة زمايلها وبشهادة التقدير اللي هي حاصلة عليها. هي حاصلة في ثالثة إعدادي على المركز الأول 289 من 300، وفي أولى ثانوي عام جايبة 289 ونص من 300، وفي ثانية ثانوي عام جايبة 252 ونص من 260، يعني مجموع 97.2، وزعلت جدا. بس احنا يعني وسيناها تمام، لان في الظروف ديت والدها توفى في الوقت دوت. اي نعم، انا في صيدله بس مريم اشطر مني بكتير، متفوقه عني. احنا على طول كنا في تنافس، ومعنا صاحبتنا الثالثه. كلنا احنا بصراحه احنا الثلاثه تعرضنا للظلم، بس ربنا بعت اللي يكشف الظلم بالطريقه ديت، لان انا ومريانا صاحبتنا التانيين ظلمونا في درجات 5-6%، 2-3%، لكن مريم 0%. ده لا يلقب الا بهزار، مفيش حاجه اسمها 0%. وبعدين مش لاقين غير مريم يعني وتقول لها صفر. يعني شوف واحده حتى الناس ما تشكش فيها، مريم من اولى ابتدائي مسيطره، يعني كل الناس عارفينها، المدرسين اللي ادوها واللي ما ادوهاش. مريم اعرفها من ثالثه اعدادي، من بعد ثالثه اعدادي ابتدت ان هي تتنقل للمدرسه ثانوي في صف الحمار الثانويه. كانت في اولى ثانوي كانت في الفصل اللي انا بديه، في ثانيه ثانوي كانت في الفصل اللي انا بشتغل معاه في المدرسه. درجاتها بالنسبه للترم الاول او الترم الثاني سواء كانت فيزياء او كيمياء درجاتها النهائيه 20 من 20، ومستواها في سنه ثالثه اعرف ان هو مستوى متميز. يعني بالنسبه للصفر يعني في لغز في الموضوع. مريم كانت من اولى ابتدائي بتحل مسائل رياضه غريبه، يعني كانت المدرسة بتاعتي بتدينا في أولى ابتدائي وهكذا لحد 6 ابتدائي، يعني كانت مريم بتصحح لها حاجات. يعني كان في مسائل المدرسة نفسها بتحلها غلط، كانت مريم بتصححها. كانت بتفكر حتى وهي بتحل المسألة، بتفكر قبل ما تحل المسألة هي ازاي هتيجي ازاي. مش معنى ان انا هحل مسألة وادي المدرسة خلاص انا كده حليت مسألة، لا، المسألة دي ازاي وكده، وبتفكير عميق، يعني تفكير غير عادي. في ثالثه اعدادي كانت الاولى على المدرسه، وفي ثانيه ثانوي برضه الاولى على المدرسه برضه. وبرضه حاجه انا اشهد لمريم فيها ان هي يعني انا معاها في المدرسه كنا بنطلع من الامتحانات نراجع معاها تمام، يعني ما عندهاش اي اخطاء خالص يعني. وفعلا هو الكلام اللي احنا عارفينه عنها هو اللي احنا يعني لمسناه في الامتحانات بتاعتها، ان احنا بنراجع معاها تمام. طبعا يعني التواصل دوت يدل ان انا ليا يعني هدف ولازم هوصل له. معدل مذاكرتها في الايام العاديه مش اقل من 15 ساعه، في ايام الامتحانات ممكن يوصل بيها الحل 18 و19 ساعه، ما كانتش بتنام. طبعا انا كنت بصحى من الساعه 6 صباحا، وده بصراحه كانت اكتر فتره كنت بذاكر فيها، لان فتره الصبح ديت بيزيد فيها هرمونات وكده. كنت بذاكر فيها من الساعه 6 صباحا لغايه الساعه 12 بالظهر. طبعا بعد كده كنت بروح الدروس بتاعتي لغايه الساعه 5، وكنت برجع اذاكر واكمل تاني، يعني في ريست ساعه او نص ساعه في الحدود ديت كنت باخده ريست، واجي من الدروس مع الساعه 5 ابدا مذاكرتي بعد الدروس مع الساعه 6، واكمل من الساعه 6 لغايه الساعه 12 بالليل، من 12 بالليل لغايه 6 الصبح انام عادي. ده يوم ظهور النتيجه كان يوم 14 ساعه. دي كانت الكارثه الكبرى، ان احنا كتبنا رقم جلوسها اللي هو 840 911، واتفاجئنا ان هي جايبه 1.5 في العربي من 80، والست مواد التانية صفار. التيكت بخط ايديها من بره باسمها ورقم جلوسها، والورق من جوه لا يمت لها باي صله، عباره عن 3-4 ورقات كده مكتوبين بخط الايد نظام واحد. وليكن مثلا في موضوع في اللغه العربيه هدي مثال، كاتب مثلا اجابه موضوع التعبير، كان الموضوع تقريبا كان عن احمد زويل، كاتب كان احمد زويل من اكبر العلماء وله انجازات كبيره. اقلب الصفحه اجابه النصوص، معنى كلمه كذا، سايب الصفحه فاضيه، اقلب الصفحه اجابه القراءه، بنفس الطريقه ديت في كل المواد بنفس الطريقه ديت، مش كاتب اي اجابات. طبعا طلبت ان انا اجيب رئيس الكنترول، هو اللي جاب لنا مش رئيس الكنترول، المساعد بتاعه او النائب بتاعه اسمه استاذ اشرف السيد. قلت له الورق ده مش ورق اختي وانا عايز ورق اختي حالا، الورق ده تم تبديله. طبعا كل اللجنه بقت تبص علينا،
لان دي كارثه في الثانويه العامه. وفي حالات كتيرة بتثبت، يعني التظلمات اللي هي 62,000 حالة ديت مش أنا اللي عملتهم، دي ناس حست إن لها حق وكده فبتطالب عليه، وبدليل إن في 8,000 حالة أخدوا درجاتهم. ده كان إيه معناه؟ معناه إن في ظلم من البداية، في إهمال في التصحيح، ويعني فترة صغيرة 10 أيام يعلنوا فيها النتيجة، يصححوا فيها وبعد كده يعلنوا النتيجة. ده مش وقت كافي إن هم يصححوا يعني أكتر من آلاف من الطلبة يصححوا فيها في 10 أيام، يصححوا الأوراق دي كلها. وفعلا تم تحويلنا للطب الشرعي. اول يوم لينا كان يوم 1/8، استكتبها الطب الشرعي 1/8 ويوم 3/8 ويوم 22/8 ويوم 24/8 ويوم 25/8، 5 مرات، كل مرة لا تقل عن 4 ساعات أو 5 ساعات استكتاب لجميع المواد. وللأسف كان تقرير الطب الشرعي يعني غير منصف لمريم بالمرة. أولاً تم مقارنة خط الاسم اللي هم ال4 كلمات مريم ملاك ذكري تدرس بورق الإجابة، بورق إجابة العربي فقط لا غير. وعلى الرغم من كده في اختلافات، يعني مثلا الإيد الشمال بتكتب نسخ ما بتكتبش رقعة. أكتر من 90% من الكلام المكتوب مكتوب بخط الرقعة في الورق، ومكتوب بالإيد اليمنى مش مكتوب بالإيد اليسرى. لكن الطب الشرعي مسك 3 حروف وقارنهم 3 حروف من خط مريم وليكن الميم، وبيحاول ان هو يشبههم ببعض الحروف في الورق المزور. هو ده الاستكتاب. انت استكتبتها حضرتك 30 ساعة. اللي انا هقدر اقوله ان لو يعني لو اغلقت كل الابواب تمام، يعني انا هتحداهم بمعنى اصح، يعني هقدر هثبت لهم، مش هقدر ده انا متأكدة ان انا هثبت لهم مين مريم ديت. يعني ان شاء الله في السنة الجاية انا كاخو مريم احنا بنقول ان احنا مش هنسيب حاجه ابدا. احنا بعد قرار وزير التربيه والتعليم وبعد قرار الطب الشرعي ان الخط خط مريم، احنا قمنا فعلا وعملنا بلاغ للنائب العام، والنائب العام وعدنا ان هو هيفتح تحقيق معانا وبنشكره على المجهود بتاعه دوت. كمان رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وله كل الشكر والاحترام والتقدير طلب مريم وطلب منها ان هي تجابله، ووعدها ان هو هيكلم وزير التربيه والتعليم ووزير العدل وهيفتحوا تحقيق عاجل في القضيه. وقال لها بالحرف الواحد انا عناء مش هيجي لي نوم غير لما اجيب حقك يا مريم. وكمان اشكر رئيس الوزراء ان هو استدعاني لكده، ويعني حس ان انا ليه حق برضه مظلومه، فلولا كده استدعاني عشان يثبت لي، وهو كمان بنفسه قال ان انت زي بنتي وانا ما اقدرش اسكت ابدا على الظلم، فانا استدعيتك النهارده عشان اوضح لك ان انا واقف معاكي ومش هسيبك لاخر لحظه. هو بنفسه قال كده، قال انا نفسي طويل لاخر لحظه، يعني قال مش هسيبك ابدا غير لما حقك يرجع. انا قويه لان انا ليا حق وبطالب عليه، وطول ما انا واقفه على ارض صلبه هفضل اطالب على حقي لاخر لحظه. يعني لو قالوا لي تموتي وحقك يرجع اقول لهم اموت وحقي يرجع، يعني ده شرف ليا ولاهلي.